السلام عليكم. السلام عليكم. الرسالة دي مخصوص بحب وود وكل حاجة، والله العظيم ربنا يعلم قد ايه إلى الشعب السوري العظيم. الله يخليكم، الله يخليكم، ما تضيعوش الدنيا عندكم. الله يخليكم. يعني الواحد بيقراه او بيشوفه على الحاجات الفضائيه ان في سلب ونهب وسرقه، والمسجد الاموي اتسرق والكلام ده كله. يا جماعه حرام عليكم. بتدمروا ليه بلدكم؟ بتدمروا ليه بلدكم؟ اوعى تفتكر ان ربنا هيرضى على اللي انت عملته. الحاجه دي مش ملكيه مش ملكيه خاصه، دي حاجه ملكيه للدوله. حرام والله العظيم. كده انتوا بتضيعوا كل حاجه في الدنيا. في ناس هتبقى غنيه منكم من السرقه، بس هتضيعوا كل حاجه في الدنيا. هتضيعوا حق الغلابه اللي راجعين، وحق الغلابه اللي كانوا بيكافحوا هناك عشان الظلم اللي كانوا متعرضين له. هتضيعوا كل اللي انتوا عملتوه. في الاخر هتلاقي حد هو تاني بيمشيكم. هتلاقي حد امريكا هتبعته ويبقى رئيسكم، هيختاروه، او روس او الاطراف او اي حد. يا جماعه هتلاقيكم بتذوقوا المرار الطافح. الله يخليكم. اقفوا سندوا بعض، اقفوا في ظهر بعض، اقفوا وخلي بالكم من بعض. اهتموا ببعض. بلاش نموا بلدكم بلاش. يعني كنا في الثورة هنا كنا نقعد في الشوارع خايفين، في مصر هنا خايفين ان حد يجي يسرق بيتنا ولا يسرق، ويقولوا في حرام ايه الحق يجري ونجري. يا جماعة الله يخليكم، الله يخليكم، الله يخليكم، ما تعملوش. بصوا يا جماعة، شوفوا الأخطاء اللي حصلت في كل الثورات اللي حصلت وما تعملوهاش. ده لو انتوا عايزين تبقوا دولة كبيرة. يعني النهاردة قريت خبر غريب جدا. يا جماعة الأسطول الإسرائيليين دمروا الأسطول السوري. هل ده حقيقي؟ طيب خليكم بقى اسرقوا لحد ما تلاقوا اسرائيل بتدمركم حته حته، ومش عارف مين بيخش عليكم يدمركم وياكلكم حته حته.